مرحبا مرحبا يا حلوين، يا رب تكون كل أموركم بتمام. اليوم هيك حبيت أعمل هيك إشي جديد، مافن بالتوت الأزرق أو بالكريز أو بالعناب على حسب كل دولة انتو شو بتسموه. خليكم معي بالفيديو عشان نشوف كيف عملته بأسهل طريقة. أول شغلة أنا جبت ورق الزبدة وبدأت أقطعه بهذا الشكل عشان أحطه من تحت عشان العجينة أو الخلطة ما تلزق بالصينية. كتير سهلة وبسيطة وطريقة كرياتيف. بدأت إنه أعمل هيك لستة دوائر اللي عندي. هلأ رح أبدأ إنه أجهز للخلطة. أول شغلة عندي عناب أو كريز، وعندي فراولة كانت مجمدة بالفليزر فرح أقطعها. رح أجيب أنا عندي مسحوق الكيك بتاع الفانيليا جاهز، وعندي نص كاسة حليب و3 بيضات وسمنة. رح أبدأ إنه أفضي محتويات الكيس زي ما انتم شايفين، وأحط ال3 بيضات، ورح أحط نص كاسة الحليب، ورح أحط السمنة بعد ما أسيحها بالمايكرويف لمدة 10 أو 15 ثانية. رح أبدأ بتقليب كل المكونات مع بعض، أول شغلة بالمعلقة بعدين بالمضرب الهوائي. رح أتأكد إنه ضليت أضرب العجينة أو الخليط لمدة 5 دقايق تقريبا. بعد ما ضربت المكونات بالمضرب الهوائي رح أبدأ هلأ إنه أقطع قطع الفراولة وأشيل البذرة اللي بتكون بقلب الكريز أو العناب. رح أبدأ إنه أقطع الفراولة لقطع صغيرة كتير، وهاي حركة من عندي. بعد ما أقطعها برضو بحطها بالمايكرويف لمدة 10 ثواني بالضبط حتى إنها تسيح وتصير بدرجة حرارة الغرفة، علشان ما أحطها وهي متلجة على الخليط اللي أنا عملته. رح أبدأ إنه أشيل البذرة اللي بتكون بقلب العناب. طبعا العناب بيطلع لون أصلا كتير كتير حلو الصراحة. رح أحط العناب أو الكريز، رح أحط قطع الفراولة، وأبدأ إنه أخلط كل الخليط مع بعض. هلأ رح أبدأ إنه أصب الخليط بالمكان اللي أنا جهزته بورق الزبدة. طبعا ما تحطوا كتير لأنه هي رح تنفش، فحطوا بس معلقة أو معلقة ونص. رح أدخلها الفرن على درجة 180 لمدة 35 دقيقة. طبعا أنا ضل عندي من الخليط فحبيت هيك أعمل قالب كيك على هيئة أو على شكل قلب. رح أحط ورق الزبدة ورح أنزل بباقي الخليط بالصينية. رح أحطهم الاثنين بالفرن زي ما قلت لكم على درجة 180 لمدة 35 دقيقة، أو في بعض العجائن أو بعض الكيك بيكون مكتوب عليه لمدة 40 دقيقة. طبعا هذا شكلها لما طلعوا كيف بتطلع بسهولة كتير كتير كتير. يعني ورق الزبدة الصراحة 10 على 10. عندي كمان ضل عناب هيك بزينه يعني وبس. وألف صحة وهنا على قلوبكم. طلعوا كمان كيف شكلها كتير من جوا حلو، وكل العناب وكل الفواكه كتير ساحت من جوا. طبعا في ناس بتحب تحط المكونات بتكون جافة، الفواكه جافة، انا بحب احطها الصراحة طبيعية. رح امسك علبة دنت ورح ازينها من فوق. هلا في طريقتين للتزيين الصراحة، ممكن تحطي علبة دنت من فوق عشان تخليها طرية وتبدأ انك تحطي هيك قطع الشوكولات من فوق على شكل قلب. وفي طريقة تانية هي انك تحطي برضو علبة دنت وتحطي كاكاو، بس مش الكاكاو الخام، الكاكاو اللي هو بتاع التزيين، وتبدأ هيك انك تزيني فيه فوق قالب الكيك. أنا كتير بحب هاي الصراحة، يعني هاي الطريقة كتير بحبها أو بحسها حلوة. وألف صحة على قلوبكم. بتمنى إنه فيديو اليوم يكون عجبكم ويكون كان سهل وبسيط. لايك وشير إذا عجبكم الفيديو، وما تنسوا تنشروا الحلقة بين أصحابكم. طبعا أنا الصراحة ما بعرف كيف قالب الكيك على شكل القلب بيتقسم، بس حاولت إنه أقسمه بهالطريقة. طلعوا ما أحلى شكلها من جوا.